السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصل معايا النهارده موقف غتة غتاتة، واصل الله اعلم يعني، واي حاجة بتحصل بيبقى لها حكمة. انا نازل الصبح ومحضر بقى الفيديو اللي انا هتكلم عنه بقى، ومحضر بقى الماتيريال وسائل شات جي بي تي، وعامل احصائيات، وبص حافظ كل المعلومات عن الموضوع اللي انا هتكلم عنه. اقول لكم هو ايه دلوقتي. المهم بدور العربية، وايه سبحان الله، يعني القصة بدأت من امبارح. ان انا امبارح بالليل، انا متعود ان انا بالليل ايه بخرج بالعربية، بس امبارح قلت لا انا مش هخرج بال 128، هخرج بالكورولا. فخرجت بقى بالايه بالتويوتا، وما دورتش بقى ال 128 عادي، ما انا راجع بقى من الشغل وراكنها وزي الفل. فجاي ادور العربيه بقى الصبح، ادي التكه بتاعت ورا النور يقيد، اول تكه النور يقيد، التكه الثانيه كله يطفي ومفيش لا تكتكه ولا تعتيل، مفيش اي حاجه، كاني ما بدورش. فتحت الكبوت مفيش حاجه عادي. زقيت العربيه، عندي كهرباء على اول الشارع، فزقيت له العربيه مشوار، زقت نتع قلبي في زقتها. وربنا بعت لي واحد ابن حلال زق معايا من نص السكه كده بقى، ساعدني كتر خير ربنا يبارك له. المهم رحت عند الكهربائي عمل لي وصله كده عشان العربيه تقوم. العربيه قامت ودارت، وبعدين قام جاي ايه قايس البطاريه وقايس شحن الدينامو، لقى ان البطاريه بايظه والدينامو كمان بايظ، الدينامو ما بيشحنش البطاريه. طيب هنعمل ايه يا عم؟ اللي احنا هنعمله ان احنا هنغير البطاريه ونصلح الدينامو. طيب انا بقى الاسئله في دماغي، اول مره امر بالموقف ده، هو انا ليه هغير البطاريه؟ ما هي العلامه في البطاريه خضراء والدينامو ما بيشحنش البطاريه، فاحنا عرفنا ان المشكله في الدينامو. قال لي لا هنغير البطاريه. قلت له ليه؟ قال لي بص، الدينامو عندك ما كان شغال، ما كانش فيه حاجه. وعموما بس انا عايز اقول لكم حاجه، ان انا ما فيش اي بوادر للموضوع ده ظهرت. يعني انا امبارح متحرك بالعربيه زي الفل، لا في نور ضعيف ولا في تعتيله في الدواره، مفيش الكلام، مفيش اي بوادر من البوادر اللي البطاريه بتقولها لك عشان تقول لك انا قربت ابوظ جات لي. المهم، وده يعني من حكمه ربنا، وهقول لكم لما تعرفوا انا كنت هتكلم على ايه في الفيديو هتفهموا. الراجل قال لي البطاريه يا سيدي عندك في بايظه، تمام، بصرف النظر عن اللمبه الخضراء هي بايظه وما بتقبلش شحن من الدينامو، فالدينامو بيشتغل بجهد عالي على طول، عشان كده هي بوظت الدينامو. وانت فضلت ماشي بقى عليها بتدور بيها والعربيه بتدور تمام لحد ما ايه، ما هي باظت هي اخرى. حلو الكلام. المهم انا غيرت بطاريه ب 1650 جنيه، والراجل صلح الدينامو وخدمه صناعيه 100 جنيه، خد يعني كله 400 جنيه، يعني كله تقريبا 2050 جنيه 2100 جنيه. ودي البطاريه الجديده اللي انا جبتها، ماركه اسمها اكترون، ومكتوب عليها ان هي ايه صنع في مصر، ميد ان ايجيبت، مصريه. بطاريه 70 امبير. الفيديو بقى اللي انا كنت هتكلم عنه يبقى ايه؟ يبقى فيديو بتاع التبرع لغزه. يا لهوي يا لهوي. طبعا ده انا ادركته متاخر، اللي انا بقول لكم ده انا ادركته متاخر، اللي هو انت كنت نازل وهتتكلم على الفيديو ده هو ايه، ربنا سبحانه وتعالى بيبعت للواحد يعني علامات. انا طبعا متخيل اهلي وهم بيشوفوا الفيديو ده بيقولوا انت كنت هتتكلم عن التبرع لغزه اللي اتكلم عنه رئيس الجمهوريه ودعا عليه رئيس الجمهوريه. يا نهار اسود، ده كويس انها جت على البطاريه، ده هي لو ما كانتش البطاريه كنا احنا جينا ولعنا فيكم في العربيه عشان ما تتكلمش. طبعا هتكلم عن الفيديو اطلاقا، ولا ههوب ناحيه الموضوع ده، ولا اجيب سيرته طبعا، خلاص يعني مش هجيب سيره التبرع لغزه ده خالص. يلا الحمد لله، لعله خير لعله خير. بس هو ايه يعني سبحان الله، انت دايما وانت في وسط الازمه ما بتبقاش فاهم، لكن اما البطاريه المشكله اتحلت وبتاع. المهم انا ايه ما قلتلكمش، سالت اصحابي بقى وزمايلي معاهم عربيات، ايه يا جدعان القصه دي؟ الكلام ده ممكن ان البطاريه تبقى خضراء وتبقى بايظه ومش عارف ايه. البطاريه قاعده معايا بالمناسبه من 8 2023، يعني البطاريه بقى لها معايا اكتر من سنتين. فهم قالوا لي ممكن وكويس. انا برضو الكلام ايه ما جاش معايا سكه، يعني هو مع ان هو ده نفس الكلام الصناعي بس ما اقتنعتش. سالت مين؟ سالت شات جي بي تي. شات جي بي تي قال لي كلام الصنايعي صح 100%، واللي انت عملته بانك صلحت الدينامو وغيرت البطاريه هو ده الحل الصح بنسبه 100%. فاحنا كده ان شاء الله في السليم يعني، وربنا بقى ينجينا. بقى الفيديو الجاي هحاول ان انا يعني حاول ان انا انقي المواضيع اللي انا اتكلم عنها. اي مواضيع بيدعو ليها رئيس الجمهوريه مش هتكلم عنها، يعني ايه زي المواضيع بتاعت ايه فلسطين كده برضو مش هتكلم، والراجل البرتقاني مش هتكلم عنها برضو. مواضيع من الخطوره بمكان. انا عندي تقييد وصول ابن لذينه على فكره، يعني الفيديوهات انا طبعا فاهم يعني تقييد وصول ده، اللي مش فاهم ان انا بنزل فيديو ما بيوصلش لعدد كبير من الناس، حاجه اسمها الريتش، ده غير المشاهدات. الفيديو ما بيوصلش اصلا، معمول عليه تقييد وصول بسبب التحذير اللي انا واخده، بسبب الكلام اللي انا قلته في الفيديو بتاع يعني الفيديو اللي اتمسح وخدت عليه الورنينج وبتاع، مش عايز اقول عن بتاع ايه يعني، ما علينا يعني.
فانا عندي تقييد اصول ابن لذينه للفيديوهات، بنزل الفيديو بيجيب 7 مشاهدات 8 مشاهدات، 8 مشاهدات ده يجوا يقعدوا معايا في العربيه ونتكلم سوا يعني. الله المستعان، الله المستعان. الحمد لله، الحمد لله. السلام عليكم.